السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبيبي، ممكن أطول عليك سنة بسيطة من الفيديو ده، لكن إن شاء الله وهتكلم كم نقطة كده. إن شاء الله أتمنى أسمع رأيك بالتعليقات بإذن الله. بداية ألف مليون مبروك لنادي الزمالك. طبعا يا جماعة عشان نكون متفقين، اللي حاصل بنادي الزمالك ده طفرة إن شاء الله يعني، وخلينا نقول رب ضارة نافعة، وتكون استفادة لكل الفرق، لأنه عندنا بالأندية المصرية كلها للأسف الشديد عدم الاهتمام قطاع الناشئين بكل الأندية. ودي لك أمثلة كثير يعني. بعدين خلي بالك التجربة اللي حصل مع الزمالك، الزمالك مضطر طبعا عشان الإدارة الحكيمة اللي عندنا نادي الزمالك. كل فيديو بعمله بقول ارحلوا يرحمكم الله. دلوقتي بنقول ايه؟ ارحلوا يرحمكم الله، بعد كده نقول لا يرحمكم الله. ارحلوا يا جماعه، سيبوا نادي الزمالك، اتركوا نادي الزمالك. الاداره دي، اداره نادي الزمالك قلبت لنا العار بصراحه يعني، قلبت لنا العار. ارحلوا، لا يرحمكم الله يا اخي، ارحلوا لا يرحمكم الله. الله لا يرحمكم يا رجل. فالمهم حبيبي، الطفره دي اللي حصلت ما بس طفره، هي رب ضارة نافعة. نقول الكابتن الجوهري الله يرحمه قبل كده عملها مع الاهلي، اما كان في حاله تمرد لاعبين الاهلي. الجوهري الله يرحمه غلب الزمالك يعني. اذكر الماتش ده اتغلب فيه الزمالك 3-2، كان الزمالك فريق الاحلام، وكان المعلق ايام يقول لك الاهلي بيلعب بعياله والزمالك بيلعب برجاله. فدي يعني، فانت ليه تطلع لي انت مثلا كاهلاوي، ليه تطلع حاقد وحسود والزمالك يبقى زملته، وازاي يكون مرتبه بالدوري كده والكلام؟ كلام انا هسمعك اياه. انا اقول لك بقى، اذا انت مش عارف تحط ايدك على ازماتك بالنادي الاهلي، انا اقول لك ازماتك ايه. احنا مضطرين، وربنا ان شاء الله هيكرمنا، ومعانا الكابتن معتمد جمال، راجل ابن النادي فاهم القصه وين رايحه، وان شاء الله عندنا نجوم واعدين باذن الله، واحنا بنطالبهم مش باي بطولات على فكره، لكن إن فعلتموها فليست جديدة عليكم، لأنه الزمالك طول عمره كده. الزمالك يخرج من تحت الركام، طول عمره الزمالك يخرج من تحت الركام، بعز الأزمات يفاجئك ياخد لك البطولات، وليس جديدة على الزمالك، والتاريخ اللي بيقول كده. لكن في إشي بيقول لك، في مقولة بتقول لك ما ناقشت عالما إلا غلبته، وما ناقشني جاهلا إلا غلبني. تمام؟ فيطلع إنسان جاهل يتكلم عن نفسه ويقول لك أنا أفضل محلل كرة قدم. قبل كده اتطاول على الكابتن حازم امام ورديت عليه. طبعا اذا هو اكيد يعني مش مذاكر كوره، لو مذاكر كوره ما ينفعش يتكلم على حال الكابتن حازم امام، ما ينفعش. ده لما تيجي سيره الكابتن ابو تريكه اقول نجم النجوم، كابتن بركات نجم النجوم، كابتن الاهلي النجوم الكبار، محدش يقدر يشكك. من شادي محمد، الكابتن شادي محمد، كابتن بركات، الكابتن عماد النحاس، الاجيال، الكابتن عصام الحضري. الادب مطلوب، الادب والاحترام مطلوب. فانت ما تكون عندك ازمه ما تطلعش تصدر كل الجهل اللي عندك على الفريق التاني. تمام؟ فطبعا بيطلع علينا واحد، انا هسمعكم بس كده حاجه بسيطه قالها، تمام؟ وبعد كده ايه نتكلم. اسمع حبيبي الفاضل، اسمع. انت ده يرضيك؟ يرضي مين ده؟ يرضي كابتن محمود او يرضي اي حد في
سيدي الفاضل، بقول مين دول؟ انا اقول لك دول يا ابني عمرهم 115 سنة. اللي انت بتتكلم عليهم دول بأزماته بعثراته، تمام، عمرهم 115 سنة. دول لغاية سنة 2002 2003 متفوقين عليك افريقيا. والتاريخ، ارجع للتاريخ يا جاهل واقرا تاريخ. انا ارد عليك مين دول. دول اللي ماخذين احسن نادي بالعالم بشهر فبراير، تمام، ب 2002. الزمالك 7 بطولات. يا جاهل اقرا التاريخ كويس. هم دول ماخذين 7 بطولات، وبرشلونة المركز الثاني، تمام. ولم يفعله نادي عربي، يعني بجوز ممكن مرة الهلال السعودي فعل، الله أعلم. أتوقع الهلال السعودي، إنه الزمالك اللي عمل هاي، وممكن الهلال السعودي، بعرفش، مش متأكد من المعلومة دي يعني. ممكن يكون الهلال السعودي فعلها، لكن لم تحدث بأفريقيا ولا بالوطن العربي إلا نادي الزمالك اللي فعلها. هم دول يا كابتن. الكائن ده بيتكلم على الكابتن حازم إمام. بقول لك الكابتن حازم إمام بيطلع بالأون سبورت بالتحليل عشانه أحلى مني بس يعني. يا جماعة خلاص بقى، هي بأمانة عكت، والله عكت. كلها مطبلتيه، وكلها بتعك، وكلها عشان تعمل ترند. آه، حازم إمام، الكابتن حازم إمام طبعا، زي ما بقول كابتن نجم النجوم، الكابتن أبو تريكة ونجوم الأهلي العظماء. آه، بقول للكائن ده كابتن حازم إمام، سيبك من بطولة 98 دي اللي خدوها بص على الكابتن حازم إمام ب 96. كان عامل إيه بأعظم مدافعين أفريقيا. اتفرج على الكابتن حازم إمام عشان تعرف تاريخ الكابتن حازم إمام. أقول لك إيه، أنا بدي أتكلم عن حازم إمام. حازم إمام ده كان داخل بطولة مهارات فيها رونالدينهو. اللي الكائن ده بيتكلم على الكابتن حازم إمام، تمام. آه، كل واحد ياخذ حقه. تحية للكابتن إبراهيم فايق، اتكلم، عجبني يعني. بيتكلم عن الزمالك كويس، اتكلم عن الزمالك كويس، مش عشان شكر الزمالك، لا، اعطي كل ذي حق حقه، تمام. ده سمعتكم، ده بقول ايه كان ده؟ بقول لك افضل محلل كوره. آه، انا مش فاهم هو لعب كوره قبل كده ولا الله اعلم، ما بعرف. سيدي الفاضل، انا احل لك ازماتك فين. لماذا ازمات الاهلي؟ ازمات الاهلي يا سيدي الفاضل، تمام. ازمات الاهلي ابتدت من الصفقات. آه، اما الاهلي ابتدى يجيب الصفقات، كتر الصفقات، تمام. قلت الكلام ده انا لابني، قلت له ده سلاح ذو حدين. قال لي ازاي يا بابا؟ قلت له الاهلي راح يعاني، الاهلي راح يعاني. على فكره كثر النجوم بالفرقه احيانا كتير، واسبدي لك امثله كثير. الزمالك بفريق الاحلام عمل ايه؟ بلاش هو، باريس سان جيرمان عمل ايه؟ ما خدش بطوله اوروبا الا لما النجوم مشت منه. كثره النجوم دايما بتضر. كثره النجوم دايما بتضر الفريق، لانه بصير في تعالي وفي هاي. لكن ازمه الاهلي الحقيقيه بالفلوس، العقود اللي اتدفعت لناس. اما التلفزيون ياخذ 500 مليون، وزيزو 360 مليون، غير العربيات اللي ادوها لابوه
ولا صار في تمرد داخل النادي الاهلي، واللي يقول لك غير كده كذاب ومطبلاتي. في تمرد داخل النادي الاهلي، باكبر دليل حسين الشحات دافعين له 25 مليون مش راضي يمضي، مش راضي يجدد. مش عارف مين مش راضي يجدد، كل واحد يكلموه مش راضي يجدد، ديانج مش راضي يجدد. تمام. ويقول لك الاهلي رد الصعصعين بابراهيم عادل. هي الاخطاء هي. ابراهيم عادل هتلاعبه فين؟ على حساب مين؟ ما تحسبوش الكلام ده. اللي بيجيب بده يروح بيجيب صفقات، حتى لو جيب ابراهيم عادل يعني على سبيل المثال انه جه وعملت كوبري للنادي الدنماركي. ابراهيم عادل هيلعب على حساب مين؟ وهتلعبه فين؟ وهتعمل باللي عندك ايه؟ تمام. بعدين يا اخي انت محروق على امام عاشور. تحسسني انك انت اللي مربي لي امام عاشور. تتكلموا عن زيزو محسسين انكم زيزو ده انتوا اللي مربينه بالنادي. يا اخي احنا مطلعين امام عاشور وما فيش حد بمصر كلها ينكر. امام عاشور طالع من عندنا افضل لاعب بمصر. امام عاشور ما كانش افضل لاعب بمصر هو عندكم. شوف امام عاشور مع كروش عمل ايه وهو بالزمالك. امام عاشور ما عملش الزمالك ازمات بالزمالك زي ما عمل عندكم دلوقتي. تمرد بقى عندكم مش عندنا. تمرد بقى عندكم. اللي ابو المعاطي زكي قبل كده قال الزمالك ما يعرفش ربي ورديت عليه. تمام. زيزو احنا مطلعينه من عنا. زيزو طالع من عنا افضل لاعب بمصر وهداف دوري. هل زيزو هو زيزو؟ هل زيزو هو زيزو؟ ازماتكم يا سيدي الفاضل. انا بكلم يعني اي حد فاهم كوره وفاهم الدنيا وفاهم هاي الازمات ابتدت من الصفقات، من الارقام اللي بيدفعها الاهلي. والاهلي انا قلت في فيديو سميته كده النساء. الاهلي لم يشتري الصفقات اللي هي الاهلي عاوزها، لا، بقت كده نساء. يعني زي ابراهيم عادل ده. ابراهيم عادل انا ما بختلفش على ابراهيم عادل، لكن على حساب مين؟ عمال نفس المركز نفس المركز. يا راجل انت لغايه الان مش جايب مهاجم. مش عارف عملتوا دعايه والاعلان للراجل اللي جبتوه ده الافريقي، والعلم عند الله من ديس ده اللي كان عندكم يطلع افضل منه. اللمسات بتقول كده مش انا اللي قلت. لا انا ليا نظرتي. لمساته بتقول كده، لكن اللي اكدوا برضه على الكلام ده نجوم كبار. ومنهم الكابتن محمد بركات قال لك اللمسه بتاعته انا مش مرتاح. يعني الكابتن محمد بركات قال لك انا مش مرتاح. آه، انتوا مهاجم صح مش جايبين. يا راجل الاهلي يعني بالمليارات اللي دفعتوها دي، مليار ونص دافعين لكم، ده مليار ونص مش عارفين تجيبوا واحد مثلا زي مايل. بعدين يا اخي ليه ما تطلعوا من الناشئين؟ ليه ما تكون تبعت الزمالك دي تفوقنا؟ مع انه الزمالك مضطر، مش هقول لك اكذب عليك، الزمالك مضطر لانه عندنا اسوأ اداره بالكون احنا. الاداره دي ما حرمتناش من حاجه. لكن عندنا شويه عيال طالعين ان شاء الله كلاتهم مبشرين، هتكلم عليهم شويه، هتكلم عن كم نبذه عن كم واحد يعني فيهم. آه، فطبعا دي ازماتك هنا، ازمات النادي الاهلي. تحط ايدك على النقطه دي. العقود والمناكفه بالفريق. هات لي ما فيش صفقه انت عاوزها الا عشان الزمالك، عشان الزمالك، عشان نفسه ده الجاهل ده قال احنا كنا فرحانين بالصفقه. يعمل كده احنا كنا فرحانين بالصفقه دي عشان كنا خازوق ادينا للزمالك. يا راجل ده كلام تقوله. يا راجل ده كلام تقوله في عندك ناس متابعين. تقول خازوق؟ خازوق ايه يعني؟ ما انتوا كنا نقول لكم اخذتوا امام عاشور من عندنا، تقولوا لا اخذناه من الدنمارك. احترنا معاكم واخذتوه منا ولا اخذتوه من الدنمارك؟ ما داموا خازوق لينا ما علينا. آه خلاص. عشان من قلت لك ما ناقشت عالما الا غلبته وما ناقشني جاهلا الا غلبني. آه في فانا قلت لك يعني ما تستغربش من اللي حصل بالزمالك، لانه الكابتن الجوهري عمل قبل كده الطفره دي. قلت لك يعني غلب الزمالك وهو فريق الاحلام. المهم 3-2. ومش هنعيد الكلام كتير ونكرر الكلام، لانه في بالتعليقات واحد قال لي معلش انت اتكلم بسرعه و... وما تكررش الكلام، فعندهم حق برضه. تمام. معتمد جمال
كابتن معتمد جمال، كل ألف مليون تحية لكابتن معتمد جمال، مش بس على الأداء اللي عامله مع نادي الزمالك، وعلى قوة القلب اللي عنده وتبديلاته واللي عامله بنادي الزمالك والولفة اللي عاملها بنادي الزمالك، التوليفة دي اللي عاملها الجميلة دي. أنا بقولش على لاعب صغير، مفيش لاعب صغير، ما دام دوست الملعب مفيش لاعب يقول لي أنا عندي 18 سنة و20 سنة واستنى عليه قبل ما يجي منه. لا لا لا، لامين يامال عنده 17 سنة، 17 سنة ونص، لسه عيل بحط مصاصة في بقه يعني، وشوف عامل بأوروبا إيه. فمحدش يقول صغير، كلمة صغير أنا ما بكرهها. عندنا قطاع ناشئين، لأنه اللعيبة الكبار تمردت. بص، إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمردها، خذها قاعدة. فاللعيبة دي اتمردت، لعيبة شبعت. أهلي مين وزمالك مين لما أنا آخد ملايين وربنا بس يا عم بالمعقول. مجدي قفشة أما قال لك أدخل لعيب يعني يوم ما يتمعظم ياخد 25 مليون جنيه. فإحنا عندنا مبالغة كبيرة جدا 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 بالصفقات. والله أنا بتكلم إن كان أهلي إن كان زمالك إن كان بيراميدز، في مبالغة كبيرة جدا 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 بالصفقات. يا راجل إيه ده يا راجل، ده زيزو جات له كرة مش عشان أنا بعين زيزو بس يعني، لا بس أنا بقول لك لقطة تقول عشان زيزو، لا لا لا. زيزو أنا قلت لك إحنا مطلعينه أفضل لاعب بمصر، كان عندنا هداف دوري. زيزو جات له واحدة في بطولة أفريقيا مكانها سقف الشبكة، اللي تلكك دي ويعمل حالة إنه اداها التلفزية دي لمرار كده بالعرض قصيرة، والله مكانها سقف الشبكة. اللقطة دي أي لعيب كورة مهاجم صح يقول لك مكانها سقف الشبكة. فده بياخد 120 مليون جنيه، تمام، ولسه بتمردوا على الأهلي يعني. فأنا اللي شافه داخل الأهلي في تمرد، خد مني ثق تماما، تمرد داخل النادي الأهلي، مسماه الصحيح كده. واحد يطلع يقول لك اصل تمرد، كلمه تمرد دي صعب، لا، تمرد داخل النادي الاهلي، دي الحقيقه، تمام. وإدارة الزمالك برجع بقولها الله لا يكثر خير، ارحلوا، لا يرحمكم الله، ارحلوا. وبصحح معلومه عشان في الاعلام كان ظالم الكابتن محمد عواد او حارس الزمالك، يقول لك اصله مش عاوز. لا لا لا، كابتن محمد عواد ازمته مع الاداره، الاداره كانت عاوزه تمشيه، والطرف اللي مدوه محمد عواد مش رافض انه يتباع بالطريقه دي. فدي كانت ازمه عواد، واللي حلها كابتن معتمد جمال ان شاء الله. وكان في خطه انهم يبيعوا ناصر منسي كمان، والكابتن معتمد اللي وقف لهم. والكلام ده على لسان كابتن نادي الزمالك مدحت عبد الهادي، كابتن اشرف قاسم البرنس، تمام. قلب الاسد يعني اتكلم بالنقطه دي مدحت عبد الهادي. فاللي بص لك اياه انه اداره الزمالك لا يرحمكم الله، كنا نقول ارحلوا يرحمكم الله، لكن انا دلوقتي بنقول لك لا يرحمكم الله، ارحلوا، ارحلوا الله يخرب بيتكم. صيدتونا بالفيفا يا راجل، ده واحد زي ده، خلوا واحد زي ده يقول علينا انه الزمالك بينصب على اللعيبه، الزمالك بينصب على اللعيبه. طب نقول ايه؟ هذا رد عليه اقول له ايه؟ اه، ما عنده حق بالنقطه دي، عنده حق بالنقطه دي، بالكلام اللي اتكلم فيه عنده حق، مش هيتقال علينا الا كده. فان شاء الله كتيبه معتمد كمال، كتيبه معتمد جمال، هقول لكم هيلا هوبا هيلا هوبا، احنا ما بنطالبكوش ببطولات، لكن من فعلتموها فهذا ليس جيد على الزمالك. الزمالك دائما يخرج من تحت الركام، الزمالك دائما يخرج من تحت الركام. واذا في ناس محترمه بنادي الزمالك، اذا فاضل فيه يعني خلينا نقول اخر رجال محترمين انهم وفروا للعيبه دي وللكابتن معتمد اللي ما فيها مستحقاته. احنا ما بنطالبش دلوقتي بفك قيد ومش قيد والكلام ده، سيبونا، انتوا ضيعتونا
عندنا نجوم، عندنا والله، عندنا. بس انتوا فرحانين الاجانب. واي بق زملكاوي يطلع يفتح بقه ويقول لك يا اصل المدرب الزمالك محتاج لمدرب اجنبي، ده لازم يكون في وراه حاجه اللي بيقول لك كده. احنا راضيين بالكابتن معتمد، خليه ينزلنا درجه تانيه. احنا راضيين، ده ابن النادي، وده فعلا انسان محترم وعنده فكر بكره القدم، عنده فكر والله. اللي طوره بماتشين ثلاث اللي لعبهم، اقسم بالله من زمن الزمن ما شفنا الفكر ده. فكر بالملعب. اسال اي لاعب كوره بيفهم كوره يقول لك فكر. اللي عمله الكابتن معتمد جمال في فكر، في تكتيك، في تكتيك بالملعب بتعمل. دي اللهم صل على سيدنا محمد. وتكلمنا عن ازمه محمد عواد حبيبي، وضحنا لك اياها عشان ايه. كابتن محمد عواد طول عمره محترم، والراجل ده محمد عواد جاب بطولات للزمالك اكثر من الاداره اللي قاعد يدي على الكراسي. انا مش عارف اداره ايه. لا بارك الله فيكم يا رجل، لا بارك الله فيكم، لا بارك الله فيكم. اه والله، تخلوا الجاهل زي ده يقول علينا نصابين. والنقطه دي الوحيده بجوز اللي عنده حق فيها بقى يتقال علينا نصابين. اتصيطنا بالفيفا، الله يخرب بيتكم. كل فيديو هعمله اقول الله يخرب بيتكم. فان شاء الله كتيبه الكابتن معتمد الى الامام باذن الله. قلت لكم احنا مش مطالبين، انتم مش مطالبين. اي زملكاوي بيفهم كوره، واكثر طبعا من زملكاوي فاهمين كوره معروفه دي، مدقدقين الزملكاوي الكوره. بنقولها كده، انتم مش مطالبين بشيء، لكن فعلتموها ليس بجديد عليكم باذن الله يعني. والزمالك يخرج من تحت الركام. وحبيبي بالاخر بقول لك كل عام وانتم بخير، وما تنسوناش من اللايك، واتمنى اشوف تعليقاتكم. واسف اني طولت عليكم الفيديو ده. وحبيبي يا نجم.